في حاجات أول ما بتتحفر من تحت الأرض بتطلع معاها حاجات تانية، مش تراب بس، بتطلع أسئلة ولعنات وأسرار متقفلة بقالها آلاف السنين. ومش كل قبر يبقى نهايته موت. في قبور كانت بداية رعب. النهاردة ديستوبيا مش هتحكي حكاية ملك ولا برضه حكاية كنز. ديستوبيا هتحكي عن باب اتفتح وكان المفروض إن هو يفضل مقفول. كل شيء بدأ بالصمت، ثم بدأت الحقائق تختفي. ديستوبيا ليست مكانا، إنها نحن. ديستوبيا. سنة 1922 وتحديدا في وادي الملوك، مكان الشمس فيه بتحرق الحجر والسكوت تقيل كأنه مخبي حاجة. كان في راجل إنجليزي كان اسمه كارتر، كان بيدور على حاجة الناس كلها قالت له إن هي مش موجودة. سنين حفر، فلوس بتخلص، ناس بتضحك عليه، لحد اليوم اللي كان فيه ولد صغير خبط على الحجر، والحجر وقتها رد. الصوت سر درج نازل لتحت الأرض، باب مقفول بالطين وعليه ختم ملك. لحظة صمت، وكارتر بص وراه وقال جملة واحدة بس: لقيتها. بس ايه اللي لقاه؟ ما كانش مجرد مقبرة، دي كانت مقبرة وكنز توت عنخ آمون. نيجي هنا بقى للسؤال، هو مين توت عنخ آمون؟ ده كان ملك صغير مسك الحكم وهو كان عنده 9 سنين. ولد صغير كان قاعد على عرش امبراطورية بتترنح، وكان اسمه في الأول توت عنخ آمون. كان تابع لإله واحد. بس فجأة البلد كلها تتغير اتجاهها، والولد اتغير اسمه وبقى اسمه توت عنخ آمون، تابع لآمون، ملك صغير بس قراراته كانت كبيرة. قرارات رجعت مصر لدينها القديم، وكأن حد أكبر منه كان بيحرك القيود. ومقبرة توت عنخ آمون هي الوحيدة اللي متسرقتش، بالرغم إن كل مقابر الفراعنة كانت اتسرقت. وكأن الزمن وقف على المقبرة دي تحديدا كأنه حارس عليها. دهب في كل حتة، توابيت جوه توابيت، قناع ذهبي، ووش شاب بيبتسم ابتسامة غريبة. مش ابتسامة ملك، ابتسامة حد عارف حاجة ومش هيقولها. ونيجي بقى للعنة الفراعنة. لعنة الفراعنة اللي ارتبطت بتوت عنخ آمون والمقبرة اللي اتفتحت، لأن بعد فتح المقبرة ناس كتير ماتت. وده لأن اللورد اللي كان ماسك الممول الرئيسي للبعثة دي وفتح المقبرة مات بحمى غامضة، والكهرباء في مصر قطعت في لحظة موته. صدفة يمكن، بس الغريب اللي دخلوا المقبرة أكتر وماتوا أكتر، وكانوا هم أول ناس لمسوا حاجات جوه المقبرة. وكمان كتبوا التحذيرات، واتقال وقتها إن هم لقوا جملة على الباب: الموت سيأتي بجناحه السريعين لكل من يعكر مزاج الملك. حقيقة ولا خوف قديم؟ ووقتها كل الصحف العالمية اتكلمت عن لعنة مقبرة توت عنخ آمون، بس العلماء فسروها إن دي بسبب التحليلات والعوامل والحاجات البيئية اللي جوه المقبرة هي اللي خلت كل ده يموت. موت الملك توت عنخ آمون نفسه، مات شاب وهو عنده 18 سنة، جسمه مكسور، رجله متشوهة، آثار مرض وأسئلة ملهاش إجابة. اتقتل، اتسمم، ولا كان ضحية صراع أكبر منه؟ ملك عاش عمر قصير ومات بدري، بس بعد موته بقى أشهر فرعون في التاريخ. يمكن توت عنخ آمون ما كانش أعظم ملك، ولكن كان أخطر قبر، مش علشان اللعنة ولكن علشان الأسئلة اللي لسه محبوسة جوه. وفي ديستوبيا احنا مش بندور على الذهب، احنا بندور على الحقيقة قبل ما تتحبس تاني. والنهاردة بعد كل السنين المقبرة موجودة، والكنوز كمان موجودة، وكمان تم نقلها للمتحف المصري. لكن اللغز والغموض لسه قائم. وديستوبيا مش هنا علشان تديك كل الإجابات، احنا هنا عشان نسألك: هل في لعنة ولا كل ده كان انعكاس خوفا من المجهول؟ فكروا وتابعوا، لأن الغموض عمره ما بينتهي. وانزل تحت في الكومنتات قول لنا ايه السبب اللي خلى الناس دي كلها ماتت ساعة وقت فتح المقبرة. واشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم ديستوبيا. سلام.